مبسوط؟ قوي. اخر انبساط. اول ما بعتيلي رساله وقلتيلي فيها انك حامل، عرفت انك مش ناصحه زي ما كنت فاكر. اشمعنى؟ لان في اخبار ما ينفعش تتبعت في رسايل، لازم تتقال وش في وش. ولا غلط؟ صح. الا بالحق ما سالتيش نفسك انا ليه لحد دلوقتي ما خلفتش وبربي عيال شاديه؟ معرفش، ما جاش في بالي. بس يمكن ربنا رايد لك ان اول خلفتك تبقى مني. صح، وجهه نظر برضه. لو جه واد انا هسميه حسين على اسم ابويا، ولو جت بنت هسميها اخلاص على اسم امك. ولا انت ليكي قول تاني؟ انا بحب امي، بس انا يعني بحب اسم مريم. حلو مريم. مريم رجب الجريتلي، سميها مريم. بس انا كان في حاجه كنت عايزه اقول لك عليها. قولي. ايه الحاجه اللي عايزه تقولي لي عليها؟ انا ما بحبش اسم حسين، لو واد نسميه ياسين. الا اسم ابويا قشش، حسين. حسين رجب حسين الجريتلي. ايدك. مبروك يا ست البنات. مبروك، ألف مبروك. ما تقعدش تلف وتدور يا عبد العاطي وتزوق في الكلام. هسألك وتجاوب بآه أو لأ عشان نختصر الطريق. أنت راجل جدع وخايف على العشرة؟ لا. يعني موافق تغدر برجب وتعض الإيد اللي اتمدت لك وتشتغل معايا وتقبض مني؟ اه. امال ايه بقى شغل لحم كتافي من خيره وشاد يا اختي ومختار ابن اختي وقصص لا تسلي ولا تجازي دي؟ عشان عايز حاجه من تحت الحساب. لا يا حيلتها، الكلام ده بعد ما رجب ومختار يلبسوا الشبكه، ساعتها هتاخد حسابك كله. والله برنس، ماشي كلامك يا معلم فرج. يلا اتكل على الله. ماشي يا معلم. أنا كنت بحاول أهدي الدنيا بينك وبينه، بس هو هنا منك، ها؟ خلي بالك يعني. هو احنا هنفضل متخاصمين كده كتير؟ لا يا روح امك، متخاصمين دي لو شادين مع بعض في الكلام، انما انا قطعك قطيعه ما فيهاش رجعه يا لبنى. طب انا اعمل ايه عشان نرجع نتكلم تاني؟ مفيش حاجه تخلينا نرجع نتكلم تاني بعد ما رميتي نفسك في حضن العيله المعفنه دي. وعشان ما بقاش كداب، في انك تصحي من النوم تحطي السكينه في رقبه مختار وتكلميني تقولي لي يا ابويا الحقني انا قتلت مختار ومش عارفه اعمل ايه. ساعتها بس
هقف جنبك واساعدك ونلم الشمل تاني. انا عايزه افهم انت ليه حاطه في دماغك قوي كده؟ لا، انا حاطه تحت رجلي عشان افعصه. مش هو بس، هو وشاديه ورجب. اتقال انتي بس. انا عشت حياتي كلها من غير ام، ما ينفعش اعيش الباقي بقى من غير اب. لا انت اول ولا اخر واحده، الايتام كتير. هو انا بنت حميده ولا لا؟ انت يا بت مش لاقي حوارات تنكشي فيها فجايه تفتحي اي مواضيع؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ امشي اطلعي بره بره. دلوقتي يا معتصم انت معاك مكان المخزن، والتنسيق اهو تم بينك وبين مكافحه المخدرات، وسليم معاك خطوه بخطوه. فاضل ميعاد التسليم، وصلتوا فيه لايه؟ شغالين على وصول لميعاد تسليم يا فندم. معتصم بيه شغال من ناحيه وانا شغال من ناحيه، وزي ما توقعنا المخزن مش باسمه ولا يخصه، وده طبيعي مش هيفرق في حاله التلبس، وده اللي مخلينا حاطين المخزن تحت عينينا انما ما قربناش منه. لان عايزين رجب، ولو مسكنا كل اللي في المخزن والمخدرات اللي فيه رجب مش هيحصل له حاجه. انتوا ماشيين صح، عجلوا بقى بالوصول لميعاد التسليم وربنا معاكم. انت ازاي تسيبها تروح معايا خالتي بعد اللي حكيتيه؟ معرفش تليفون. ايوه ياما. قالوا يا ايش ايوه خلاص، انا رجب. عايز افتلك على بنتك، بقول لها لو ربنا كرمنا وجبنا بنت هنسميها اخلاص على اسم امك. قالت لي لا، انا هسميها مريم. ما انت عارفه ياما ان انا طول عمري بحب اسم مريم. هي بس تخلف بالسلامه ان شاء الله، والعيل بينزل متسمي من بطن امه. بقول لك ايه يا ايش، انت كويسه؟ اه كويسه، عندي بس حموضه. ما انت عارفه شهور الحمل الاولى بتبقى رخمه. طب انا كنت عايزه اجيلك ساعه كده انا وخالتك، نقعد معاكي شويه ونمشي على طول. اصل خالتك عايزاكي في موضوع. لا ياما مش هينفع، انا هبقى اكلم خالتي اعرف منها الموضوع. سلام. اقفل. اه